بتعب بسرعه قوي. اقول لك على حاجه في حوار التعب ده، انا اول يوم نزلت فيه الجيم انا رجعت، تمام؟ ومش انا بس، عشان تبقى عارف برضه حصلت اكتر من حاله قدامي، شخص بيرجع وحالته بتبقى صعبه جدا والحوار بيبقى صعب. حوار التعب ده انت جسمك بيكون مش متعود على الحركه الكتير، فانت لما تيجي تعمل كده هيحس اللي هو ايه ده خطر، هرمونات، اضرب الهرمونات في السماء ومش عارف ايه، فاللي هو الحوار هيكون فعلا مش مريح لجسمك، وده عادي. دي فتره، دي مرحله انتقاليه لازم تمر بيها، عشان دي تبقى اول تضحيه من التضحيات اللي انت بتاخدها عشان يبقى جسمك حلو. فدي حاجه لازم تتوقع انها هتحصل، وعادي تتعامل معاها عادي انها هتحصل وهتعدي. صدقني فتره هتعدي، شهر ونص اقسم بالله الحوار هيجيب لك نشوه، هو اسبوعين كمان، بس انا بقول لك شهر ونص دي انا برمي لك بمد لك في المده على قد ما اقدر، عشان لما اجي احلف لك فعلا الحلفان بيكون ايه في محله يعني، فاهم؟ وعشان برضو ما تتعبش بسرعه في التمرين، ما تاكلش وجبه تقيله قبل التمرين، ما تاكلش قبل التمرين بساعتين لو انت هتاكل وجبه تقيل، ولو هتاكل قبل التمرين هتكون حاجه خفيفه جدا جدا جدا، موزتين وكوبايه قهوه، 3 تمرات وكوبايه لبن، حاجات خفيفه خالص بحيث ان هي تديك طاقه وفي نفس الوقت ما تتعبكش. بلاقي الوضع صعب ان اكمل التمرين كله للاخر. هو بص، مش لازم تجيب ال 15 عده، ولو ما جبتهمش يبقى التمرينه ما كملتش، وانا شخص بيرفكشنست ومش بعرف اعمل غير كده، وهي دي حياتي وما عرفتش اعمل كده مش متمرن. لو انت ما بتعرفش تعمل غير كده روح موت بجد يعني، اصل انا هعمل لك ايه؟ حاجه اتمرن مكانك. فاللي بيحصل دلوقتي اللي انت عادي مش لازم تكمل التمرين كله، مش لازم تكمل التمرين كله، ممكن بدل ما تعمل 4 مجاميع عادي، انت مش قادر تعمل غير 3 مفيش مشكله، التمرين الجاي تعملهم 4 عادي، ولو انت مش قادر تكمل 15 عده عادي تعملهم 10 بس، ايه المشكله؟ فاهم؟ بس انت تكون جبت اخرك، عشان انت اخرك ده هيكون الاسبوع اللي جاي احلى من كده. فانت لازم تكون مقتنع بالفكره دي، ان الوضع بيبقى بروجريسيف اوفرلودنج، حمل تدريجي. انت النهارده بتشيل 10، بكره هتشيل 15، وبعده هتشيل 20، تمام؟ مش بكره اللي هو بكره يعني، الاسبوع اللي جاي، عشان بس انا عارف ان في ناس اغبياء وعشان برضو تحسن من ان انت ما تتعبش قوي في نص التمرين، او اللي انت مش قادر تكمل التمرين للاخر، لازم تاخد فترات الراحه بتكون كويسه، لازم يكون في اقل حاجه من دقيقه ل3 دقائق راحه بين المجموعه والتانيه، تمام؟ ما بعرفش اركز حتى في الجيم، عادي الشخص في الوضع اللي انت فيه دلوقتي يكون عنده مشتتات كتير من بورن ومن فانا انصحك ان انت تروح اول اسبوع من غير اغاني خالص. هو كده الجيم بيكون مشغل اغاني، بس انت الاغاني دي ما بتكونش انت متحكم فيها، فالحوار بيكون ايه برضو يعتبر ان انت ما دخلتش في اغاني قوي، فاهم؟ عشان تعرف تركز في التمرين في الجيم. برضه تروح من غير تليفون، هتلاقي نفسك لو رحت بالتليفون انت شخص مدمن دوبامين، هتلاقي نفسك التمرينه بدل ما بتاخد ساعه لقيتها خدت 3 ساعات وما تعرفش الباقي ده راح فين، فاهم؟ فدلوقتي اللي بيحصل اللي انت لازم تروح من غير تليفون، الجيم بعيد ومش عارف ايه، لازم يجي لي مكالمات مهمه. انت يا عم مش ايلون ماسك، معلش يعني انت مش ايلون ماسك، وانت شخص مش محتاج ده كله، مش محتاج التليفون معاك، روح من غير تليفون. وانا كنت بعمل كده وما زلت بعمل كده، عشان انا دلوقتي انا رايح اتمرن، انا رايح افصل. التمرين بالنسبه لي ده الثيرابي بتاع اليوم، ده العلاج بتاعي. انا رايح مش هكلم حد ولا حد هيكلمني، التليفون حصل ورحت بالتليفون بيكون انا عارف ان جاي لي مكالمه مهمه جدا، وبرضه بكون عامل التليفون على دو نوت ديستورب عشان ما يرنش عليا وانا بتمرن، ولو رن عليا وانا بتمرن بعدها بروح انا مكلم بقى التليفون اللي جاي لي ده. بس مش بيحصل اكتر من كده، مش محتاج اسمع اغاني، مش محتاج كل شويه اشوف الواتساب بتاعي ظروفه ايه، مش محتاج. ولما انت هتروح من غير تليفون انت تجبر دماغك اللي انت تركز في التمرين، صدقني بعد كده انت التمرين ده هيكون الراحه بتاعت اليوم، انت بتكون بتروح ترتاح في التمرين ده، رغم ان انت رايح تتعب نفسك وكده، بس صدقني حوار مع النشوه اللي بتجي لك مع التعب العضلي والمجهود انت بتكون مستمتع بجد. رحت اكتر من مره وما عملتش اي تقدم. خليني اقول لك اللي انت مستحيل يكون لك تقدم غير لما انت بتكون ملتزم بالاكل والنوم والتمرين سوا. لو واحده منهم سقطت البروجرس مش بيبقى احسن حاجه. يعني انت مثلا الاكل 30% والتمرين 30% والنوم 30%، ولنقل يعني لو انت وقعت النوم ما نمتش غير ساعتين، ال 30% بتوع الاكل والتمرين بيبقوا 10% كل واحده، تمام؟ فالتاثير بتاعهم ما بيكونش احسن حاجه، فبتلاقي التقدم بتاعك قليل قوي. فلازم تركز على الثلاثه دول بشكل هستيري، لازم تكون موسوس كده في دماغك ان لو انا ما نمتش النهارده ما اكلتش، لازم يكون الحوار ده انت واخده جد جدا، وتنام بمواعيد كويسه، وتاكل باكل كويس، وبتتمرن كويس، تمام؟ وانا هتكلم عن الاكل بشكل مخصوص في فيديو لوحده، عشان انا عارف ان في حاجات انت مش عايز تاكلها، وفي حاجات انت مش هتعرف تحسنها بشكل ما، ففي فيديو مخصوص هينزل قريب اوريك تاكل ايه وما تاكلش ايه، ولو انت بتحب حاجات معينه وما بتحبش حاجات معينه، تمام؟ وتدي الموضوع 90 يوم. لو انت ملتزم بالحاجات دي 90 يوم ما لقيتش اي تقدم، يعني مستحيل يا جدع، اقسم بالله مستحيل. اصل انت احنا دنيا اسباب. انت على ارض الواقع انت دلوقتي واحد ملتزم بالاكل، واحد ملتزم بالنوم، واحد ملتزم بالتمرين. عايز تفهمني انت بعد ما تعمل كل ده مش هتلاقي نتيجه بعد على الاقل شهر؟
انا مش بقدر اروح من التعب بسبب الوورد. دي اخطر نقطه لحد دلوقتي، وانا متعمد ان انا اخليها في الاخر عشان عارف ان السؤال ده بيجي لناس كتير، وناس كتير بتكون مكسوفه تساله. فالسؤال ده زي مكافاه ليك اللي انت وصلت لغايه هنا من الفيديو، وانا عارف ان السؤال ده مش هتساله لاي حد عشان تروح تقول لواحد انا تعبان والله مش قادر بسبب فاهم. فانا عارف ان دي نقطه ممكن تكون مقلقاك مش عايز تسال فيها حد. فانا هقول لك على حاجه دلوقتي، انت كون اللي انت ملتزم اللي انت تعمل عاده زي دي ان انت تسمع بورد، ده معناه ان انت التستوستيرون بتاعك كويس، انت كده مستقبلك زي الفل. ده مؤشر على حاجه حلوه، بس مش معنى كده اللي انت بتعمله كويس. اللي انت بتعمله ده حاجه زي الزفت. كون اللي انت كل يوم بتسمع بورد، فانت كده في دايره انا بسميها دايره شفط الطاقه. انت بتصحى بتكون تعبان من امبارح بسبب الحوار ده، وبتصحى بتاكل بتاخد شويه طاقه، فالتستوستيرون بتاعك بيعلى، فانت اللي هو انت خلاص ده ميعاد الرضعه بتاعتك، فبتروح تفضي تفسح عيالك وما بيرجعوش تاني للاسف، فجسمك بيحتاج يعوض الطاقه دي، فبتخش في دايره شفط الطاقه اللي انت بتكون تعبان بعدها قوي، مش حاسس ان انت قادر تعمل حاجه. ده على اعتبار ان انت بتعملها واحده في اليوم يعني، ما اعتقدش ان انت تعمل كده. فاللي بيحصل دلوقتي او المفروض تعمله واللي المفروض تفهمه الاول، اللي انت دلوقتي التستوستيرون بتاعك بيعلى، فانت بتروح عامل الحاجه دي، فالاستروجين بتاعك بيزيد، عشان لازم الاستروجين بتاعك بيزيد عشان لك ان تتخيل. انا عايزك تتخيل كده لو التستوستيرون بتاعك عالي على طول وما بيوطاش، فده معنى كده ان انت هتقعد طول النهار ديجي 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 دي. فلازم الاستروجين بيعلى بعد ما تعمل كده عشان يهديك من الاخر. والاستروجين ده اسمه هرمون الانوثه عكس التستوستيرون تمام. فلما طول ما الاستروجين بتاعك عالي انت بتبقى طري، بتبقى عيل مدهن كده ضعيف طري، اي حد بيمشيه، اي حد بيقول له بيعمل اي حاجه بيعملها، وحالتك صعبه يعني. فعشان تكسر الدايره دي هيكون صعب جدا عليك، ومش اي حد يعرف يعمل كده، معلش يعني انا بقول لك الحقيقه. بس انت متى ما خدت التضحيه وخدت الخطوه دي هيكون اول يوم بالنسبه لك جحيم حرفيا. اول يوم في الجيم ده بالنسبه لك هيكون جحيم، بس صدقني تاني يوم انت هتستحرم تتفرج على تاني يوم على طول. على فكره هتستحرم تتفرج على بورد عشان انت مش هتقدر تفرغ طاقتك غير في الحاجه اللي بتاخد طاقتك دي وتديك طاقه احسن بعد كده. هتكون مبسوط جدا من نفسك، وهتكون كسرت الدايره دي في خلال 3 ايام، من 3 ايام لاسبوعين بالكتير قوي. وهتلاقي نفسك ايه، بدل ما كنت مرتين 3 في اليوم، حوار بقى 3 مرات في الاسبوع. بعد كده انت ما كنتش بتعملها غير مره في الشهر، فانت بتعلى في الليفلات. انت بتحل حوار البورد، بتحل حوار الاكل، بتحل حوار النوم، كل ده بيتحل بالجيم. فصدقني احسن حاجه ممكن تعملها لنفسك كمان 5 سنين كمان 10 سنين، احسن حاجه تعملها لنفسك وتعملها لصحتك ان انت تهتم بحوار الجيم ده. حوار مفيد جدا 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 فوق ما تتخيل. فدلوقتي انا خلصت الاسئله اللي ممكن تجي لك، اتمنى اكون جاوبت على كل الاسئله. الحاجات دي كلها انا واجهتها شخصيا، وحاجات دي انا عصرت دماغي كده عشان اعرف اجيبها، فممكن اكون فوتت حاجات وممكن يكون في حاجات ما جاتش على دماغي. واتمنى لو انا عملت كده او حصل مني كده تكتب لي في الكومنتات ايه اللي حصل، وهحاول ارد عليك مخصوص يعني. ولو في حاجه انت شايف ان انا ما اتكلمتش عنها بالشكل الكافي، انت ممكن تروح تسال في الديسكورد. انا عايز مثلا النقطه دي حد عنده تقدم فيها اكتر من اللي انا فيه، او حد يفهم فيها اكتر من اللي انا فاهمه. هتلاقي 100 واحد بيرد عليك و100 واحد بيجاوبك، وهتكون مستمتع جدا بحوار الكوميونتي ده. انا عامل كوميونتي مخصوص لكده ومخصوص للناس اللي شبهك، الناس عايزه تطور من نفسها وعايزه تحسن من حياتها. واحسن حاجه ممكن تعملها دلوقتي حالا تروح على الديسكورد وتكتب في الكوميونتي انا محمد عندي 22 سنه داخل تحدي شهر ونص بالروتين بتاع نوشن بتاع سخيري، مين دايس معايا؟ هتلاقي حد دخل يقول لك تمام انا عايز اخش معاكم مش عارف ايه. وهتخش كل يوم تكلموا بعض في الديسكورد انت وهو على الخاص، انا عملت كذا انت ما عملتش كذا، انا عملت كذا انت ما عملتش كذا. فهتحس على طول بروح المنافسه دي، وهاي الحوار ده هيساعدك جدا 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 عشان احسن الحاجات اللي انت ممكن تعملها ان انت تكون عندك منافس. فانت لما يكون عندك حد بيتطور معاك وكده هتشوف التطور بتاعه يقول لا ده عمل احسن مني انا لازم اعمل كذا، وهو برضه هيشوف التطور بتاعك هو عمل احسن مني انا لازم اعمل كذا، هكذا. هتلاقي نفسكم بتزقوا بعض لحتت عمرك ما تتخيل ان انت كنت ممكن توصلها يعني. فدي اكتر حاجه ممكن انصحك تعملها، وده ببلاش. ممكن تخش على الصحه العامه وتعمل كده عادي يعني. فانا مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده، ودلوقتي اخش على نوشن اوريك التمبلت تشتغل عليه ازاي.